قطر تدفع 3.5 مليار دولار من أجل كوب حليب في الجزائر ولتحويل هذه الصحاري إلى مساحات خضراء. هذا ما يحدث عندما تتقاطع أنابيب الغاز بين الجزائر وقطر، فترتجف أوروبا وتبدأ أمريكا بمراقبة كل خطوة. أكبر رهان استراتيجي في القرن الحالي في منطقة يعتقد العالم أنها ميتة. يبني القطريون والجزائريون أكبر مشروع حليب في التاريخ. إليكم قصة أكبر مشروع ألبان في العالم. هل تتحول صحراء الجزائر إلى واحة بيضاء؟ في هذا الوثائقي نكشف كيف أصبحت قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، ولماذا رهنت الدوحة على أرض المليون شهيد. العلاقة بين البلدين لم تكن وليدة لحظة، بل هي تتويج لسنوات من التنسيق السياسي، لكنها انفجرت اقتصاديا في السنوات الأخيرة. الجزائر ب 159 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز، هي رابع أكبر مصدر للغاز في العالم، وقطر ب 858 تريليون قدم مكعبة، هي ثالث أكبر احتياطي عالمي والأولى في الغاز المسال. عندما يلتقي هذان العملاقان فإن الحديث لا يكون عن تعاون، بل عن سيطرة محتملة على سوق الطاقة العالمية. اللحظة الفارقة كانت دخول قطر للطاقة إلى السوق الجزائرية في خطوة وصفت بالتاريخية. إنها المرة الأولى التي تشارك فيها شركة عربية في قطاع الاستكشاف الطاقوي بالجزائر. هذا المشروع الاستكشافي الضخم الذي تشارك فيه قطر للطاقة يمثل رسالة واضحة للغرب. الرسالة هي أن الدول العربية قادرة على إدارة مواردها الاستراتيجية بعيدا عن الهيمنة التقليدية. التعاون لم يتوقف عند حدود الاستكشاف، بل امتد إلى التنسيق داخل منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. هذا المنتدى الذي يضم الجزائر وقطر أصبح منصة قوية لتحديد مستقبل أسعار الغاز وتأمين إمداداته. تخيلوا قوة التفاوض التي يمتلكها تحالف يجمع بين أكبر منتجين للغاز في العالم العربي. لكن الرهان القطري في الجزائر لم يكن محصورا في باطن الأرض، بل صعد إلى سطحها. فالمشاريع القطرية في الجزائر تتجاوز قطاع الطاقة إلى أمن الجزائر الغذائي والصناعي. هذا المصنع هو الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب AQS في منطقة بلارا، مشروع ضخم يعتبر من أكبر المصانع في المنطقة، يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق الاستقلال الصناعي. هذا المصنع يهدف إلى تلبية احتياجات الجزائر من الصلب وتقليل الاعتماد على الاستيراد. لكن لماذا تراهن قطر على الجزائر بهذا الحجم؟ الإجابة تكمن في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر. الجزائر هي بوابة أفريقيا وتتمتع بقربها من الأسواق الأوروبية. الاستثمار في الجزائر يمنح قطر موطئ قدم قوي في منطقة حيوية، كما أن الجزائر بفضل استقرارها السياسي توفر بيئة استثمارية آمنة نسبيا. الأرقام لا تكذب، قطر هي المستثمر العربي الأول في الجزائر. هذه الريادة لم تأتي من فراغ، بل من الثقة المتبادلة بين القيادتين. الاستثمارات القطرية في الجزائر تتجاوز 5 مليارات دولار في قطاعات متعددة، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع توسع المشاريع في قطاعات مثل السياحة والاتصالات. ففي قطاع السياحة تساهم قطر في تطوير فنادق ومنتجعات فاخرة، وفي الاتصالات تساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للجزائر. لكن هذه الاستثمارات تأخذ منحنى آخر عند الحديث عن أكبر مشروع لإنتاج الألبان في العالم. فما قصته؟ في كل عام تبتلع فاتورة استيراد الحليب المجفف مئات الملايين من الدولارات من خزينة الجزائر. لكن من قلب الصحراء القاحلة في ولاية أدرار يرتفع مشروع عملاق يهدف إلى إنهاء هذا الكابوس إلى الأبد. مشروع بلدنا الجزائر، تحالف قطري جزائري بقيمة استثمارية تفوق الخيال، 3.5 مليار دولار، أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل في تاريخ المنطقة. الهدف ليس الربح فقط، بل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية نصف احتياجيات الجزائر من مسحوق الحليب. تخيلوا 117 ألف هكتار من الأرض تتحول إلى مزارع و5000 فرصة عمل تخلق في عمق الصحراء. فهل ينجح هذا المشروع الضخم في ترويض الصحراء وتحويل الرمال إلى حليب؟ الرقم صادم، 3.5 مليار دولار. هذا هو حجم الرهان القطري الجزائري
على كوب حليب. هذا الاستثمار يمثل أكبر استثمار عربي في القطاع الزراعي الجزائري على الإطلاق. لكن القصة تبدأ من نقطة ضعف مؤلمة: اعتماد الجزائر شبه الكلي على استيراد الحليب المجفف. هذا الاعتماد كان يستنزف العملة الصعبة ويجعل الأمن الغذائي رهينة للأسواق العالمية المتقلبة. مشروع بلدنا جاء ليضرب عصفورين بحجر: توفير العملة الصعبة وتأمين الغذاء. المشروع يمتد على مساحة هائلة تبلغ 117 ألف هكتار في ولاية أدرار الجنوبية. هذه المساحة تعادل مساحة دولة صغيرة وتؤكد على الطموح اللامحدود للمشروع. الهدف المعلن هو إنتاج 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويا. هذا الإنتاج وحده كفيل بتغطية 50% من الاستهلاك الوطني للجزائر. المشروع ليس مجرد مصنع، بل هو نظام بيئي متكامل للإنتاج. يبدأ بزراعة الأعلاف والحبوب اللازمة لتغذية القطيع الضخم من الأبقار، ثم ينتقل إلى تربية سلالات أبقار حلوبة أمريكية تم اختيارها بعناية فائقة لإنتاجيتها العالية. وأخيرا المصنع المتكامل الذي سيحول الحليب السائل إلى مسحوق استراتيجي. المرحلة الأولى من المشروع تم توقيع عقودها بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار. هذه العقود وقعت مع 14 شركة عالمية ووطنية، مما يؤكد على جدية التنفيذ. هذا يعني أن العمل بدأ فعليا وأن الرمال بدأت تتحول إلى بنية تحتية عملاقة. الموعد المحدد لبدء الإنتاج هو عام 2026، وهو تحد زمني يضع المشروع تحت المجهر. لكن لماذا اختار هذا المشروع العملاق قلب الصحراء الجزائرية؟ الإجابة تكمن في الموارد المائية الجوفية الهائلة في الجنوب. هذه الموارد هي التي ستغذي مزارع الأعلاف الشاسعة وتحول الصحراء إلى واحة إنتاج. المشروع يمثل نموذجا لتنمية الجنوب وخلق أقطاب اقتصادية جديدة بعيدة عن الشمال المكتظ. 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. هذا هو الأثر الاجتماعي المباشر للمشروع. هذا الرقم يعني تحولا جذريا في حياة آلاف العائلات في منطقة كانت تعاني من التهميش. نقل التكنولوجيا والخبرات القطرية في إدارة المشاريع الزراعية الضخمة هو مفتاح النجاح. قطر التي حققت اكتفاء ذاتي في الألبان في سنوات قليلة تنقل تجربتها الآن إلى الجزائر. هذا النقل للخبرة هو ما يجعل الاستثمار القطري استراتيجيا وليس مجرد تجاري. المشروع يمتد على مدى 9 سنوات حتى عام 2032، ما يعني التزاما طويل الأمد. هذا الالتزام هو ما يطمئن المستهلك الجزائري بأن أزمة الحليب في طريقها إلى الحل.